اليوم كان اجتماع ديال الجمعية العامة لأممية الوسط الديمقراطية. هذا الاجتماع كانت فرصة للتطرق لعدة قضايا كبرى مطروحة بالنسبة للعالم وبالنسبة للدول الإفريقية والدول الآسيوية والدول الأمريكية اللاتينية والدول الأوروبية. وكان هنالك التطرق لقضايا أساسية، منها تم تنديد بكل الحركات الانفصالية التي تؤدي إلى عدم استقرار، والتي تؤدي كذلك إلى مع الأسف العنف. وفي هذا الإطار أكدت الأممية الوسط الديمقراطي عن تنديدها بكل هذه الحركات، وكذلك بالتنديد بالدول التي تستضيف وتمول وكذلك تسلح هذه الحركات الانفصالية. من جهة أخرى كانت هنالك كذلك تطرق إلى القضايا المتعلقة بالعلاقات ما بين الشمال والجنوب من أجل تغيير المقاربة في المستقبل، ونظرة إلى الجنوب من طرف الشمال كجزء من الحل بالنسبة للانتقالات الكبرى المطروحة، وبالنسبة كذلك للإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية، بإشكاليات الديموغرافية والإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة عبر العالم. كانت كذلك فرصة للتطرق إلى ضرورة العمل على تقوية قيم السلم، قيم التضامن، قيم كذلك الحريات والقيم المتعلقة بالمسؤولية والحرية وحرية التعبير المسؤولة في بلدان العالم. وكذلك تم التطرق إلى العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، وإلى ضرورة مراجعة وتقوية هذه العلاقات خدمة للاندماج الاقتصادي لهذه الدول، وخدمة للتنمية والاستقرار في هذه الدول، زيادة على ضرورة العمل بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتقوية دعمها للدول الإفريقية ودعمها كذلك للاندماج الاقتصادي في إفريقيا. شكرا لكم.